في الحلقة اللي فاتت حكينا قصة أول مباراة لعبها منتخب مصر لكرة السلة واللي كانت بداية ظهور منتخبنا على الساحة الدولية. لكن النهاردة عندنا سؤال مهم: مين كان بينظم اللعبة في مصر وقتها؟ وإزاي كان في منتخب من غير اتحاد قوي يدير اللعبة؟ تعالوا نرجع بالزمن لأكتر من 90 سنة ونحكي قصة تأسيس الاتحاد المصري لكرة السلة، قصة اللي غيرت تاريخ اللعبة في بلدنا. في بداية العشرينات في القرن الماضي كانت كرة السلة لسه لعبة جديدة في مصر، دخلت عن طريق الجاليات الأجنبية خاصة في مدينة الإسكندرية، وبعديها بدأت تنتشر في المدارس وجمعيات الشبان المسيحيين، وصلت بعد كده القاهرة وباقي المحافظات. مع الوقت اللعبة بدأت تكبر وعدد الفرق زاد وكل نادي بقى عايز ينظم مباريات وبطولات، لكن كان في مشكلة كبيرة: مفيش اتحاد ينظم اللعبة. كل منطقة كانت ماشية بقوانينها، مفيش بطولة رسمية جمعت كل الفرق ولا جهة مسؤولة عن المنتخبات ولا الحكام. كان واضح إن استمرار اللعبة بالشكل ده كان هيوقف تطورها. سنة 1930 المسؤولين عن اللعبة وقتها خدوا قرار تاريخي: تم تأسيس الاتحاد المصري لكرة السلة عشان يكون المسؤول الأول عن تنظيم اللعبة في مصر. ومن أول يوم بدأ الاتحاد يحط قوانين موحدة وينظم البطولات الرسمية ويعتمد الحكام ويشجع الأندية إن هي تكون فرق تنافس بشكل منظم. وده كان أول حجر أساس لكرة السلة المصرية الحديثة. لكن طموح الاتحاد ما كانش إن هو ينظم اللعبة داخل مصر بس. سنة 1932 انضمت مصر للاتحاد الدولي لكرة السلة المعروف باسم الفيبا، وده كان إنجاز كبير جدا لأن مصر كانت من أوائل الدول اللي انضمت للاتحاد الدولي. ومن اللحظة دي الطريق بقى مفتوح قدام المنتخب المصري إنه يشارك في بطولات دولية والاحتكاك بأقوى منتخبات العالم. لما نتكلم عن الاتحاد لازم نذكر واحد من أهم شخصيات تاريخ كرة السلة المصرية: عبد المنعم وهبي. رغم إن الاتحاد اتأسس قبله بسنين إلا إنه يعد من أبرز رؤساء الاتحاد، وكان ليه دور كبير جدا في تطوير كرة السلة المصرية سواء على المستوى المحلي أو الدولي. خلال فترة رئاسته زادت قوة البطولات المحلية وارتفع مستوى التحكيم، وبقت مصر وقتها بتمتلك مكانة كبيرة جدا وسط الاتحادين الأفريقي والدولي، ولحد النهاردة بيعتبروه واحد من أهم الشخصيات اللي خدمت كرة السلة المصرية. بعد تأسيس الاتحاد بدأت مصر تحقق إنجازات كبيرة. المنتخب المصري شارك في بطولات عالمية ونافس في الألعاب الأولمبية وحقق بطولات أفريقية وبقى واحد من أنجح منتخبات القارة. وكل الإنجازات دي بدأت بقرار واحد بس: إن يكون في اتحاد ينظم اللعبة ويطورها. لما بنتفرج النهاردة على منتخب مصر أو الدوري المصري لكرة السلة لازم نفتكر إن كل ده بدأ من أكتر من 90 سنة. المجموعة أمنت إن اللعبة دي تستحق يكون ليها اتحاد قوي، ومن غير القرار ده ما كناش هنشوف كرة السلة المصرية بالشكل اللي نعرفه النهاردة. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في الكومنتس تحب الحلقة الجاية تكون عن أول بطولة حققتها منتخب مصر ولا عن أعظم لاعب في تاريخ كرة السلة المصرية. أشوفكم في قصة جديدة من تاريخ كرة السلة المصرية.